إخواني وأخواتي التفتوا إلى التعابير التي وردت في التعظيم والتبجيل والصفات السامية لهؤلاء المقاتلين الأبطال. لاحظوا هذا التعبير: يا من ليس لنا من نفتخر بهم غيركم. مرجعية الدينية العليا تقول: ليس لنا من نفتخر بهم إلا أنتم. هؤلاء ليس لنا من نفتخر بهم غيركم. لاحظوا إخواني، هؤلاء هم فخرنا وعزنا وشرفنا، هؤلاء المقاتلون الأبطال. ليس لنا، يا من ليس لنا من نفتخر بهم غيركم. ثم في تعبير آخر فيه قسم. المرجعية الدينية لا تقسم إلا في مواضع مهمة جدا. فكنتم وأيم الله، اسم للقسم بالله تعالى. هؤلاء المقاتلين الأبطال، فكنتم وأيم الله على مستوى هذه المسؤولية العظيمة. 2 من القتال المستمر، وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ومعاناة هؤلاء الجرحى، أرامل، أيتام، ثكالى، أنين. هؤلاء الآباء ليس بالسهل أن يفقد الأب ابنه، ليس من السهل أن يفقد ذلك الرجل الكبير 5 من أولاده، ليس من السهل على الزوجة الشابة أن تفقد زوجها، ليس من السهل على الأم المحبة لأبنائها أن تفقد ابنها الشاب. ومع ذلك لم يحصل الكلل والملل أبدا. هم على مستوى من العزيمة والثبات والصمود والإقدام والتضحية. كثير من هؤلاء المقاتلين يتقدمون بأعداد كبيرة، يقولون لهم كفى 10 20 كفى، لا، يتقدم 100 و200 يريدون أن يقاتلوا. المقاتل يفقد أخيه شهيد، يفقده شهيد، يتركه، يقول: أنتم خذوه، أنا أريد أن أستمر في القتال. أخوه ابنه يسقط جريح، تعال خذه إلى المستشفى، لا يرضى أن يأخذه إلى المستشفى، يقول: أنا أريد أن أستمر في القتال. ويتقدمون، وتشاهدون خلال هذه السنتين كم تحققت من الانتصارات. جريح، أنا سمعت هذا اليوم جريح قطعت رجله يقاتل في جبهات القتال. إلى أي مدى وصل هؤلاء من سمو في هذه الصفات العظيمة في التضحية والإيثار. أحدهم تقطع يده، أمه تقول: لا، اذهب ارجع قاتل حتى تقطع يدك الأخرى. مقاتل يدين تقطع منه يذهب ويقاتل، رجلين تقطع منه يجلس على كرسي ويقاتل. لاحظوا أيها الأخوة أي مرتبة بلغها هؤلاء. علينا أن نحافظ على هذه الصفات. تقطع رجليه، يقول: أنا أجلس على كرسي وأذهب إلى جبهات القتال لكي أقاتل. هذه المرتبة العظيمة بفعل هذه المبادئ العظيمة التي جسدت من خلال هذه التربية الحسينية وصلنا إلى هذا النصر. هذه الصفات السامية البليغة العظيمة التي وصفت بها المرجعية الدينية العليا هؤلاء المقاتلين الأبطال، علينا أن نفتخر بهم وأن نجعلهم قدوة لنا. هؤلاء هم عزنا، شرفنا، فخرنا، وهم قدوة لنا فيما يجسدونه من هذه المبادئ العظيمة. وكثير منهم إخواني لابد أن تسمعوا وتطلعوا على هذه القصص. كثير منهم يذهب 10 أيام إلى القتال وليس لديهم المورد رزق يعتاش به عائلته، يأتي 10 أيام في الإجازة يعمل عامل بناء حتى يوفر شيء من المال لكي تعتاش منه عائلته. مقاتل شهيد باع هذا الحديد لسقف بيته لكي يتمكن أن يعطي مصرفا لعائلته. انظروا أيها الأخوة أي مرتبة عظيمة. لذلك ورد هذا القسم في هذا الخطاب لتعظيم صفات هؤلاء المقاتلين الأبطال. يبيع، لاحظوا أي مرتبة، هذا يضحي ليس بنفسه بل حتى براحة أهله. يبيع هذا الحديد الذي هو مستعمل في سقف بيته من أجل أن يكون هناك مال لبعض احتياجاته ويذهب ويقاتل. حقا لنا أن نقول هؤلاء فخرنا، شرفنا، عزنا، وهؤلاء قدوتنا.